بسم الله والحمد لله والف صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله يا رب الفيديو تاعي تاع نهار اليوم يلقاكم بألف خير. اليوم مع بعض غادي نروحو نديرو طبق تقليدي جزائري 100%، وهو طبق سكران طايح في الدرج. غادي نروحو مع بعض للمقادير وطريقة التحضير، واذا قدنا الوقت خطرة نهضروا على هذا الطبق. هنا عندي الفلفل الحار. انا الفلفل الحار نقطعه بهذه الطريقه ونديرها في المجمد. اللي يكون عندها هذيك الفلفله قناويه ولا سفافين، دا كل واحد كيفاش يقولها، جايه حمراء تنباع يابسه يديروها. انا تلمو اللي حاره بزاف ما نجمش نديرها، ندير فلفل اخضر الحار. نديرو فيها شواغ الثوم، درت قيس 7 حبات ولا 8 حبات تاع ثوم، ملح، فلفل الاحمر الحار والكرويه. هنا نروحو نطحنوا الدرسه تاعنا في الهاشواغ. انا هنا الهاشواغ ما طحناهليش مليح، الدرسه تبغي المهراز، انا ما عنديش المهراز تاع اللوح، نبغي نديرها في المهراز تاع النحاس. هنا قلنا الثوم، الفلفل الاحمر الحار، الكرويه والملح. نوخرو الدرسه تاعنا على جهه ونروحو نجيبو البصل. انا غادي نطحن بصله واحده صغيره نديروها في المرق، والثانيه نخلوها نشوفوا واش نديرو بها. هنا غادي نروحو نديرو القدر تاعنا بعد ما رابينا ولا قطعنا. انا هنا درت في الهاشواغ البصله اللي قد تجي باش تطلق لنا المرقه تاعنا تجي خاطره. المهم غادي نروحو نديرو الزبده والزيت في الكيكوطه تاعنا اللي غادي نديرو فيها المرق. بعد ما يذوب الزبده تاعنا نروحو نديرو البصل تاعنا، نخلوه يتقلى، نقصوا له النار، خلوه يتقلى ونولو. نزيدو الاضافات. هنا نديرو الدجاج. هنا في التقليدي يديروا اللحم تاع الخروف، مام الكفته تاع الخروف، انا درتها باللحم تاع الدجاج والكفته تاع الدجاج. هنا نروحو نديرو الفخاد تاع الدجاج تاعنا مع الدرسه، نديرو منها شويه ونخلو شويه. في نفس الاناء غادي نروح ندير الحمص اللي قد غرفيه تاع حمص. انا الحمص نديرو غير حفنه ولا قد كاس، انا عبرت بالغرفيه. نزيدو عليها طماطم مصبره. نروحو نديرو الكمون. هنا الكمون يتماشى لنا بزاف مع الحبوب الجافه، مع الحمص، اللوبيا، العدس، لازم منا الكمون. هنا نديرو لي زيبيس تاع اللي نديروها في المرقه بالحمص. اما درت الكمون، درت شويه كرويه برك كمون، شويه كرويه. هنايا كركب مع زعفران نخلطهم في رحبه. هنا عندي كركب مع زعفران، الملح والعود تاع القرفه اللي كنت نسيته ودرته من التالي. هنا نروحو نزيدو عليه الماء دائما يكون سخون. انا علاه درت في الاناء، درت فيه خشكت فيه البصله، كنا طاحنين فيه البصله باش لوغو تاع البصله ولا الجو تاع البصله اللي يكون باقي ما نضيعوهش. هنايا نخلطوهم مليح بيد ما تتقلى البصله تاعنا مع الدجاج تاعنا مع داك النص مغرف تاع الدرسه اللي درناها، نقلوها مليح. نروحو نزيدو عليها المرق، نقصولها. هنا دائما المرق تاع اللي تبغيها تجي خاطره نقصولها النار، ونديروا لها الملعقه تاع الخشب ونخلوها تجي المرقه ولا اروع. هنا نروحوا للدنجال تاعنا. الدنجال تاعنا نغسلوه قدام ولا نقطعوه، دائما نغسلوه والحبه كيما هكذا بها قدام ما ننجروها. غادي نروح نقلع لها هذا الجزء من الامام ومن الخلف بهذه الطريقه. دائما نقول الصوره راها واضحه عن الشرح. انا دائما نستعين بالخدمي تاع المنشار. الخدمي تاع المنشار هذا دايرته للطبخ. عندي واحد اخر للخبز ما نخدموش به، هذاك خلوه نيشان للخبز. اما هذا مخليته يساعدني احسن في المطبخ. بيه نديرو نقطعوا الدنجال تاعنا الى شرائح رقيقه، ماشي رقيقه بزاف وماشي غليظه بزاف، بهذا السمك. هنا نعاودو من الجهه الاخرى
بهذه الطريقه ونكملوا كاع الكميه. من بعدها نتلاقاو. هنا بعد ما كملنا كاع الكميه غادي نروحوا نجيبوا الملح. هنا غادي نقسمها بين مرتين، نديروا كميه معتبره من الملح، نخلطوها بهذه الطريقه اللي قلنا نملحوا كاع الحبات، نديروهم في كسكاس ونخلوهم يزيدوا يقطروا. غادي يخرجوا واحد الماء تاعهم، الجو تاعهم كحل. بعد ما يستقطروا وينشفوا مليح ما نغسلوهمش، نملحوهم نديروهم في كسكاس وخليهم يقطروا. نولوا نوجدوا الفرينه تاعنا في اناء واحد اخر. هنا بعد ما كنا درنا الزيت يسخن، نوجدوا صحن اللي غادي نحطوا فيه، نوجدوا زوج تاع الفرشيطات ولا كارفو، كل واحد وكيفاه يقولها، ولا اي اداه اللي غادي تقلبي بها الدنجان. غادي نروحوا نديروا الزيت يسخن. انا هنا ما نكثرش الزيت، ندير هذه الكميه، وكيما يخصني كيما غادي نزيدوا، باسكو غادي نطيبوهم ولا نقلوهم بيض شويه. انا ما نبغيهمش حمر بزاف، باسكو غادي نعاود نردوهم في المرق صافي دير. ما نقلوهمش مليح ولا نديروهم داك اللون الاسود، غادي يجوك شغل صفر. هنا نرمدوهم مليح في الفرينه حتى كاع الاماكن نعمروها فرينه، ما خلوش فراغات. ننفضوا الحبه تاعنا مليح من الفرينه باش ما تقعد لناش المقله تاعنا مسخه بزاف. نكملوا الكميه كاع اللي تكون عندنا. من بعدها نشوفوا الاضافات اللي غادي نزيدوهم. هنا طيبتهم بهذه الطريقه، يجوا كي شغل صفر ولا اللون ذهبي. انا همنا من جهه كي طيب صاي ما نقرحاش تعطيني لون، طيب حتى بيضه ما عليناش. المهم غادي نروحوا نوجدوا التحضيرات. هنا عندي 350 غرام تاع كفته. هنا هما مرفين في التقليدي تاعنا يديروا اللحم المفروم تاع الخروف. انا هنا درت بالدجاج. هنا كل واحد والكميه اللي بغى. انا 350 غرام. زدنا معها الحبه تاع البصل الصغيره، اذا كانت حبه كبيره نديروا النص في المرق والنص في الحشو. هنا عندي جوج حبات صغار، درت واحده في المرق وديك البيضه اللي كانت صغيره درناها في الحشو. نزيدوا عليها حبه بيض، درنا الدرسه، درنا اللحم المرحي، درنا الدرسه، درنا البصل، درنا البيض. انا هنا البيض نزيد حبه. هنايا غادي نعطيكم لاستيس. اذا كان عندنا الكفته قليله وبغينا نديروا طبق يجينا زاكي نزيدوا البيض. علاه هنايا كيما نزيدوا البيض غادي نزيدوا لا شابلور، غادي تزيدنا الكميه تضعف وما تبانش باللي زدنا لا شابلور. المهم غادي نروحوا نديروا المقادير اللي درناهم في المرق. غادي نروحوا ونديروهم في الحشو. هنا درت الفلفل الحار الاحمر الحار، درنا شويه كرويه، ونديروا الكمون، نديروا الملح، ونزيدوا القزبر. هنا قزبر ومعدنوس، خلطت ما بين القزبر والمعدنوس. نروحوا نخلطوا. بما نخلطوا كاع ندخلوا المكونات في بعضها نبدو نزيدوا في لاشابلور. هنا لاشابلور حسب الكميه، نشوفوا قد تدينا. هنا على حسب ما نخلوهاش جاريه حتى تغبلنا وما نجيبوهاش يابسه كي العجينه. دوك نشوفوا مع بعض الطريقه. بهذه الطريقه نخلطوا ونزيدوا لاشابلور. هذا الطبق سكران طايح في الدرج، كان تقوليه ما يامنوكش، بصح هو كاين قصه عليه راها منشوره في مواقع التواصل الاجتماعي. سكران طايح في الدرج. هذا الطبق جاي تقليدي جزائري 100%، وسموه طبق سكران طايح في الدرج لكثرة المواد اللي غادي نخلطوها في وسط هذا الطبق. يجي طبق مخلط صافي دير، يجي كيما السكران.
واللي بغات القصه تاعها راه في المواقع التواصل الاجتماعي، في الفيسبوك، في اليوتيوب، في الانستغرام، في كلش يهضروا عليه بكثره. واكيد باللي قاعد يقولوا باللي مشي جزائري، هذا الطبق تاعنا جزائري 100%. هنا بعد ما عجناها ودخلنا لها كاع مكونات في بعضها، غادي نروحوا نديروها اصابع. هنا يليق يجي الاصابع تجي نفس الحجم، نفس الطول. هنا نخدمه ونقيسه مع خوتها. غادي نزيدو حبه مع بعض، نزيدكم هنا حبه ولا زوج مع بعض باش ما نطولش الفيديو بزاف. بهذه الطريقه. هنا دائما نديرو حدانا غرفيه فيها الماء ولا اناء فيه الماء باش نستعينوا به. هنا كاين اللي بغي يدير الماء ولا يدير الزيت، انا ما نديرش الزيت، ندير الماء باش نتفادى المضاعفات تاع الزيوت. هنا غادي نروحوا نشوفوا الحجم، راها الحبه قد اختها. هذه الحبه هنا لازمنا نقصوا منها شويه، يليق تجي الحبه قيس اختها. اللي بغات دير بالميزان دير، انا درت عيني هي ميزاني. بهذه الطريقه نروح نكمل كاع الكميه اللي راها عندي ومن بعديها نتلاقاو. انا هنايا الكميه راني كملتها كاع، قطعت لي كميه وفيره مع الدنجاله عندي بزاف. الحمد لله كفاتني. غادي نروحوا نقلوها في الزيت بعديها نرجعوا. هنا بعد ما قليناها نقلوها حمراء بهذه الطريقه. غادي نروحوا نجيبوا الدنجال اللي كنت قليته هو قبل ووخرته. انا بديت بالدنجال هو الاول، عاد روح درت المرق تاعي يطيب. هنا نروحوا نجيبوا صحن اخر، نروحوا نشوفوا الدنجال تاعنا الجهه اللي تكون في القلي ولا في اللون غامقه على اختها هي اللي نديروها على برا. نروحوا نلفوا بهذه الطريقه، سهله ولا اسهل. غادي نروحوا نجيبوا الحبه الثانيه. هذه راها تبان لي من هذه الجهه، عفوا قلبت. بهذه الطريقه نلفوها تاني ونحطوا، نبدو نلفوا ونحطوا حتى نكملوا كاع الصحن تاعنا. ما ندير الوجه الاخر. هنا كملت كاع الصحن اللي كان كاع الدنجال مع الحشو اللي كان عندنا. نروحوا دركا نستفوهم في الكيكوت تاعنا. ستفناهم بهذه الطريقه. هنا الكوكوت لازم المرق تاعنا يكون خاطر ويكون قليل. خلوهم يغلوا واحد 5 دقائق ولا 6 دقائق ونطفوا عليهم ونحطوها نقدموها بهذه الطريقه. نديروا المرق تاع الحمص في الوسط وندوروا به داك الدنجال اللي درناه ونديروا الدجاج ونزينوها بالليم. دائما يرفقوه شرائح تاع الليمون. هنا هذا الطبق قلت لكم القصه تاعه، هو واحد كان يشرب كل خطره ويجي داك النهار طبل على مرتاح. قالوا طاح في الدرج. الغدوه من داك راحت طيبت هذا الطبق وعرضت عليه الجوارين وسماته سكران طايح في الدرج. الفيديو القادم ان شاء الله.